البحيرة المقدسة أعظم تراث بشري. البحيرة المقدسة أعظم تراث بشري. تقع البحيرة خارج البهو الرئيسي لمعبد الكرنك، ومعبد الكرنك ده يعتبر أعظم بناء مصري فوق الأرض بعد الأهرامات المصرية، واللي هو موجود في مدينة الأقصر، واللي فيها لوحدها تلت آثار العالم. تلت آثار العالم مش مصر، انت متخيل؟ البحيرة دي بقى أعجوبة العجايب، طولها 80 متر وعرضها 40 متر في تناسق رهيب. يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد الملك تحتمس الثالث سادس ملوك الأسرة ال18 في الفترة ما بين 1481 ل 1425 قبل الميلاد. استخدموها في الفترة دي للتطهر والاغتسال والتنظيف، وكمان في بعض مراسم الاحتفالات قبل دخول غرفة قدس الأقداس، واللي تعتبر أهم غرفة في المعبد، وكانت بتسمى بغرفة الرب الأسطوري. البحيرة دي بقى ليها اسمين، الأول البحيرة المقدسة. وليه سموها بالاسم ده؟ لأن زي ما قلنا من شوية استخدمها الملك والكهنة من أجل الاغتسال والتطهر قبل دخولهم قاعة قدس الأقداس، وبسبب كده اتسمت بالبحيرة المقدسة. والاسم التاني للبحيرة البحيرة العجيبة، والاسم ده اتقال عليها قريب أو من فترة قريبة لأسباب. أول سبب إن المية اللي فيها من 3000 سنة لحد دلوقتي عمر ما نسبتها قلت أو حتى زادت. غريب جدا إنك تلاقي مكان يمر عليه العمر ده كله وتلاقي منسوب المية ثابت فيه وما بيتغيرش، وده العجيب في الموضوع. لا همها عوامل تبخر ولا محوق فيها أي حاجة، سبحان الله. وكمان ما بيظهرش فيها أي طحالب أو روائح كريهة، ودي تعتبر أول بحيرة صناعية في العالم. ودايما كده الحضارة المصرية بتبهرنا بمعجزاتها. ولحد هنا يكون خلص الفيديو، نشوفكم على خير، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتشير الفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.